ومعايا دلوقتي عم السيد بدرية، النجم المصري العالمي في سانتا مونيكا. ازيك عم السيد؟ ازيك يا ابو اليحيى؟ كلمني بقى على الفيلم اللي انت بتعمله الايام دي، عايز اعرف الفيلم الجديد بتاعك. في كذا 3-4 مشاريع انا شغال فيهم. في تمثيليه، في بلعب كرتون كاركتر جديده اسمها فلافل في كرتون نتورك. اوكي. التمثيليه اسمها ابل ان اونيون، انا بلعب فلافل. اوكي. لكرتون نتورك زي ديزني. كنت عملت انت تجربة قبل كده في الكرتون برضو؟ عملت في الفيديو جيم انشارتد 3. أوكي. لعبت رمسيس. ده غير ده. أوكي. كرتون. أوكي. كرتون. وفي لسه مخلص فيلمين. واحد بلعب فيه ضابط في الطيارة. والطيارة بتقع فأنا بحاول أنقذها، والناس اللي فيها بيحسبوني يعني الإرهابي مع إن أنا الضابط. ايوه. في فيلم تاني بيعتبر اسمه الساعة والكمبس. الساعة اللي هو البوصلة قصدك؟ البوصلة. الساعة والبوصلة عن المسلمين الأمريكان بعد 10 سنين من دلوقتي. اوكي. ممنوع اللي هم يخرجوا من البيت بعد الساعة 6، ممنوع يكلموا عربي، ممنوع يصلوا وكلام من. الفيلم اللي أنا شغال فيه دلوقتي برضه اللي هو إعدام بورسعيد. ده اللي هو دوكيومنتري، فيلم تسجيلي وثائقي. بيبحث عن الحقيقة. ايه اللي حصل في بورسعيد؟ مين المتسبب في اللي هو ايه اللي حصل في المذبحة زي ما بيقولوا، وايه اللي حصل بعد المذبحة، ومين اللي عملها، تساؤلات. طب ده مش لازم تكون في مصر عم سيد؟ انا صورت في مصر من غير ما حد يعرف. جميل. نزلت وصورت طبعا عشان انت بورسعيدي فالموضوع شغلك قوي. ده حاجه من التاريخ يعني. هو احنا في حاجات كتيره بتحصل ما بنسالش عليها كتير. زي مثلا السادات مات ازاي اتقتل السادات، مين كان السبب في قتل السادات، مين ساعد في قتل السادات. دي من الحاجات اللي احنا نسيناها كشعب. ازاي الثوره اتسرقت، حاجات كتير. ازاي هم قعدوا واتفقوا على مصر يقعدوا الاخوان في الحكم وبعد كده يشيلوهم. مذبحة بورسعيد. اللي حصل في محمد محمود. اللي حصل في الثورة. ايه اللي حصل في الشهداء الصغيرين اللي هم ما لهمش دعوه باي حاجه. ده هيبقى اول فيلم وثائقي ليك وناوي تكمل في السكه ده؟ عملت فيلم 7 ايجيبشن، فيلم كلاسيك، انقاذ كلاسيكيات السينما المصريه. شفته. والحفاظ وترميم السينما المصريه مش حاجه جديده، هي اللي انا بعمل فيلم تسجيلي. فبس انت ناوي يعني قصدي تكمل بعد الفيلم ده انك تعمل حاجات تانية عن الله اعلم. ده حاجه لازم تبقى صاحيه فيا وفي نار قايده تعرف الحقيقه. فاهم؟ ما تقدرش تعمل فيلم تسجيل الا لما يكون في نار قايده فيك، في تساؤلات انت عاوز تعرفها، عاوز تعمل ايه، وهكذا. طب يا عم السيد، بيضايقك انك مثلا بتاخد ادوار صغيره في السينما العالميه مثلا، او مثلا ممكن حد يقول عليك ان ارهابي السينما العالميه او الكلام ده، ولا انت بتشوف كونك انك اشتغلت في اكتر من 50 فيلم ده في حد ذاته نجاح لواحد مصري بدأ من الصفر في امريكا؟ لا والله احنا يعني مش هنضحك على بعض. السودان لما بيجي مصر بيمثل ايه؟ سفراجي حقيقي. نضحك على بعض بيمثل بواب. نضحك على بعض اليهودي بتمثلوه بايه في السينما المصريه؟ اللي هو بخيل، جاسوس. المرأة الأجنبية بتتصور ازاي في السينما المصرية؟ هي يعني سايبة. فموضوع الستوريوتايب في السينمات في العالمية كلها، مش بس في هوليوود ولا في السينما المصرية. أنا مثلت دكتور، مثلت سيرجن، مثلت جراح، مثلت راجل أب، مثلت حاجات كتيرة مثلتها. بس الأفلام اللي طقطقت اللي أنا لعبت فدائي
بالنسبه لي اللي هو انا ما بلعبش في ارهابي للاخر اللي هو بيلعبه. هو ما بيلعبش ارهابي، هو بيلعب راجل عنده قضيه وبيقولها. انت بتشوفه ارهابي ده من وجهه نظرك، لكن مثلا ايرون مان ما كانش ارهابي، كان راجل تاجر سلاح. في افلام كتير عملتها بس الناس بتركز، وعملت بطولات كتير. فانا ما بسمعش من اللي اتقال، لان اللي بيتقال جاي من السينما المصريه الموجوده دلوقتي، والسينما المصريه الموجوده دلوقتي فاشله، لانهم اخذوا ثروه زي ما اخذوا الدلتا والنيل وحطوا كيماويات بايظه، بوظوا الارضيه بتاعت النيل. هم عملوا كده مع السينما المصريه. السينما المصريه كانت من اعظم السينما العالميه، كانت ماشيه مع السينما الامريكيه والهنديه والسينما العالميه في نفس المستوى. الجيل الموجود دلوقتي باع السينما المصريه لوليد بن طلال، لم يحافظ على السينما المصرية، لم يرمم السينما المصرية، باع السينما المصرية، ودلوقتي بنشتريها كمتفرج، بنتفرج على أفلام مش بتاعتنا. اما يكون وليد بن طلال اشترى السينما المصرية وسعاد يونس باعت السينما المصرية له، ونفتش على ليه السينما المصرية فشلت، لأن السينما المصرية ليس الموجودة دلوقتي بيعملوا سينما أمريكية في مصر فلم ينجحوا. ما تقدرش تعمل سينما أمريكية، لا، ارجع لدعاء الكروان، ارجع لشيء من الخوف، ارجع للبوسطجي، تتلاقى سينما مصرية حقيقية. نقدر نقول عم السيد ان زمان كان في روايه مثلا انت على فكره برضو قلت الكلام ده مع باسم يوسف اعتقد. زمان كان الفيلم بيجي من روايه ليوسف السباعي، ما اعرفش الناس اللي هي العظماء، توفيق الحكيم. الايام دي ما فيش الكلام ده، الايام دي لان دلوقتي الكاتب هو اللي نزل السينما المصريه للمستوى اللي فيها الكتاب. طه حسين كتب دعاء الكروان، يحيى حقي كتب البوسطجي، احسان عبد القدوس كتب افلام كتيره، نجيب محفوظ كتب كل اكتر افلام صلاح ابو سيف. لكن السينما المصريه الموجوده دلوقتي افياء، اللي بيكتبها واحد يعني بيعمل افيه، ما بيعملش سيناريو وحوار. السينما المصريه بهتت بان الكاتب بيعمل رقابه على نفسه، لانه مش هيقدر يفوت فيلم بان هو يكتب كل حاجه من دماغه، فبدات الرقابه من الكاتب نفسه، ففشل الكاتب. طيب ممكن تذكر افلام حصلت الايام دي يعني اتعملت في العصر في الوقت المعاصر وعايشه او قصصها كويسه، يعني يجي على بالك حاجه زي كده؟ الايام دي لا. يعني مثلا في فيلم، مثلا الافلام الكلاسيكيه اللي بنسميها كلاسيكيه، الافلام اللي بتعيش بالظبط. يعني في افلام اتصورت مثلا في اخر 10 سنين تفتكر ان هي هتعيش ولا برضو لسه نفس المستوى؟ يعني احنا ما نقدرش نعمم على ان الكتاب المصريين كلهم عم السيد كده يعني. بس انا ما يعني خريف ادم فيلم ممكن يعيش. في افلام عملها داوود السيد تعيش، محمد خان افلامه تعيش. طب يعني معلش تذكر افلام مثلا لاحمد زكي، لاي احمد زكي لعلمك الله يرحمه، ده الاسبوع اللي مات فيه. احمد زكي سينمائي مش ممثل. واحمد زكي تعب ان هو يعمل افلامه. دلوقتي ما فيش حد بيعمل يعني كفيلم ميكر. احمد زكي كفيلم ميكر، لان هو عمل السادات وعمل ناصر وعمل الافلام اللي هو كان عاوزها. احمد زكي اتفرج على احمد زكي، يعني دلوقتي يقول لك محمد رمضان، واول ما محمد رمضان جه قال لك انا شبه، وكان بيقلد احمد زكي. احمد زكي حاجه ومحمد رمضان حاجه. اتفرج على احمد زكي في فيلم البريء، ده فيلم من احسن افلام احمد زكي. احمد زكي سينمائي، والسينما المصريه يعني
القائمين دلوقتي على السينما المصرية او الستار في السينما المصرية دلوقتي ما بيعملوش افلام، هم ما بينتجوش، فما بيعملش حاجة عن احمد السقا، ما بينتجش لنفسه، ما بيعملش فيلم نفسه يعمله، بيعمل فلوس ويمشي. فاهم؟ يعني انت شايف ان هم معظمهم ما بيفكروش في القيمة قد ما هو بيفكر في مجرات العصر والفلوس؟ هو ما عندوش النجمة بتاعت ان هو يبقى بيقول حاجة، هو بينطق حاجة، هو زي البغبغان. لكن احمد زكي مثل او الناس القدام آسيا والناس دي عملت افلام بتحكي قصة تاريخ الشعب المصري وبتعيش لغاية النهاردة. يعني غزل البنات مع انه فكاهي بس بيعيش وبيحكي حدوته، سلامة في خير، وهكذا. الزوجة الثانية لغاية دلوقتي احنا بنتعلم الزوجة الثانية ازاي العمدة بيعمل اللي هو عاوزه، والبلد بلدنا والورق ورقنا. فاهم؟ فده يعني افلام بتعيش وافلام بتقول من هي مصر في هذا العصر. لكن هات لي فيلم دلوقتي بيقول يعني لغايه دلوقتي ما تعملش فيلم كويس عن الثوره، لغايه دلوقتي ما اتقالش الثوره بجد. اللي عملوا كده عملوا يعني سلق وليمون عشان يعملوا ثورة يناير، من أعظم الثورات اللي اتعملت في التاريخ، لأنها في 18 يوم كان شعب واحد عاوز يقضي على الفساد. مين مع مين؟ ما كانش مين مع مين. بعد ما قعدوا مع بعض واتفقوا على مصر في 3 فبراير، الإخوان والمجلس العسكري والوفد أيمن نور وكل دول اتفقوا على مصر عشان يدوا الحكم للإخوان، والجيش بعد كده أخدها من الإخوان لأن الإخوان طلعوا فاشلين. طيب أنت متابع جيد للسينما المصرية؟ يعني كل الأفلام اللي بتنزل بتتفرج عليها؟ لا مش كلها، يعني شفت فيلم الاشتباك بتاع محمد دياب. وكان المفروض يبعتوا له الأوسكار وبعتوه، ولكن إيران عندها أفلام أقوى، السينما الفلسطينية عندها أفلام أقوى، السينما المغربية والأردنية بقى عندها أفلام أقوى. اشتباك مثلا كان مشكلة محمد بصراحة، يعني كمخرج أو كاتب هو وأخوه ما بيشوفوا الإسلاميين بيشوفوهم بطريقة كرتونية، والإسلاميين بيشوفوا الآخر بطريقة كرتونية، فما بتتلاقاش في تقل واقعية. قصدك واقعية؟ هو بيحط الإسلاميين بيزعقوا، والسينما المصرية كله بيزعق وما فيهاش صدق. يعني أنا يعني ما يكون في حادثة وواحد إسلامي متعور وإجت دكتورة أو ممرضة تعالجه، مش ما يقول لهاش يعني ما تلمسنيش، نضحك على بعض. صحيح. في طريقة كده لأنك تحارب الإسلاميين بطريقة وتخليهم شكلهم وحش، ده مش شطارة. فيه الكويس وفيه الوحش. أنا اتربيت في حارة الجامع أو الزاوية هي أساس الحارة. ما كنا أعمل نصيبة وخايف أروح البيت، أروح أصلي العشاء وانتظر لغاية ما الشيخ ياخدني لأمي. فاهم؟ مين اللي كان أي مشكلة في الحي مين اللي كان يقعد ويفصل؟ الشيخ. الشيخ كان هو اللي بيجوز اخواتنا. الشيخ كان راجل جميل، احنا شوهناه وشوهناه سياسيا، مع ان الشيوخ من اعظم الناس، في شيوخ طيبين كده تحس يعني احنا تربينا على الشعراوي. فاتفرج انت دلوقتي بيطلعوهم بصوره مختلفه في الافلام. ما تضحكش على بعض. ما انت في دعاء القروان، قصدي في الزوجه الثانيه،
كان الشيخ كان شيخ كويس وكان في راجل تاني كويس بالظبط. فكنا وما كانش بيهبل. الشيخ النهارده والاسلاميين النهارده بنطلعهم بيهبل. فيهم مجانين وفيهم ارهابيين صح، بس مش كلهم. بالظبط. انت بتضحك على نفسك. بحكم انك عايش في امريكا عم السيد وشغال في الافلام الامريكيه، انت بيبقى عندك فضول تتابع السينما المصريه ولا مش كل الافلام؟ لا انا ما بتفرجش على افلام كتير مصريه. اوكي. طيب عايز اسالك لو افضل 10 افلام في السينما المصريه من وجهه نظرك. انا عارف انك ذكرت دلوقتي بعض الافلام، هقولهم كلهم على بعض. احنا نبدا بالموميا. اوكي. شادي عبد السلام، دعاء الكروان، شيء من الخوف، الزوجة الثانية، الحرام، بداية ونهاية، في بيتنا رجل، أفلام صلاح أبو سيف والله كلها يعني. شوف أنت صلاح أبو سيف وحسين كمال وكمال الشيخ عملوا إيه وبركات عملوا إيه. يعني في أفلام جميلة جدا اتعملت. الحرام، قصدي البريء، احمد زكي من الافلام افلام عبد الحليم فيها جميل، الخطايا جميل جدا. فيعني اكتر من 10 يعني. وبعدين افلام اي حاجه عملها اسمه ده الريحاني. اتفرج على افلام الريحاني كلها. اوكي. عاوز 10 لا خد 100. اوكي. طيب لكن السينما المصرية كانت بتعبر عن الشعب المصري والشعب العربي جميعا، لأن السينما المصرية كانت مفتوحة، فكان بيجي لنا من الخارج من العالم العربي أحسن ناس يعني. طيب محمد رمضان يعني خد ضجة في آخر الأيام، إيه رأيك فيه كممثل وإيه رأيك في أفلامه؟ محمد رمضان ممثل لكن مش فنان. احمد زكي ومحمد رمضان. شوف احمد زكي يعمل المشهد ومحمد رمضان يعمل المشهد. احمد زكي يعمله كصانع سينما، كسينمائي، كراجل بيطلع منه السينما من غير ما يفكر فيها. رمضان بيقول الكلام بس. اوكي. طب انت حاسس ان هو ممكن يعمل افلام افضل من كده ولا؟ والله ما تعرفش، الله اعلم يعني. ما تعرفش يعني، كل واحد بيغير وكل واحد كده. بس هو يعني كممثل ممثل، ماهوش فنان وماهوش صانع سينما. بس ما نقدرش نختلف على شعبيته الايام. ما هي شعبيه. طب ما الحشيش شعبيته كويسه، الفياجرا شعبيتها كويسه. لا مؤاخذه يعني، هنضحك على بعض. الشعبية حاجة والنجاح حاجة تانية. طيب رشح عم السيد 10 أفلام أمريكية يعني أفضل 10 أفلام تاريخية أو إنك. كازابلانكا. أوكي. فيلادلفيا ستوري، أبوكاليبس ناو. بنتكلم على كل أفلام جون فورد. أفلام أنت أجنبية ولا أمريكية؟ أمريكية. أمريكية. نخش في افلام سكورسيزي، ما بدا اللي هو تاكسي درايفر. في ايه تاني؟ افلام زي ذا انسايدر، الباتشينو لعبتني فيه. فيلم زي مثلا افلام ميد نايت اكسبريس. بص هقول لك انا مخرجين وانت اتفرج على كل افلام. اوكي. مايكل مان، أوليفر ستون، سكورسيزي، تارانتينو، جون فورد. نخش بقى افلام عالميه، كوراساوا. افلام يعني لازم تشوف، لو انت متابع سينما لازم تتفرج على كوراساوا، افلام كوراساوا اليابانيه، رين، سيفن ساموراي. لازم تتفرج على فاليني، ايتان هاف، سوابا واي. لازم تتفرج على افلام فرنسيه، الان ديلان. ما تحجزش 10 افلام، 10 افلام قليله قوي. اوكي.
طيب عم السيد، انا عايز اسالك على علاقتك بعمرو دياب. طبعا شفنا ليك صور وانت معاه زمان، بس هل في تواصل ولا خلاص بقى يعني انت الدنيا خدتك وهو الدنيا خدته؟ لا، عمرو دياب لما بيجي هنا بيتصل بيا وبروح اشوفه يعني صاحبي. لما كان بيجي يعمل حفلات انا اللي كنت بقدمه هنا، وانا اللي بعد الحفله بنروح نتعشى سوا. صديق يعني. طب تفتكر ذكريات ليك معاه زمان؟ اما كنا بنطلع الرحلات في مصر. موقف او كده ولا مش حاضر؟ لا كنا عمرو دياب كان جميل، كان يعني رهيف. انا كنت شقي، فكان يعني برضه احنا كنا بنخليه هو يعني كان يستأذن يغني. وبدأنا نحبه، فكل اخواتنا لما تتجوز كان هو يغني في الفرح. انا بحب عمرو، وعمرو عمل اللي محدش يقدر يعمله. عمرو بيزنس مان وشاطر، وربنا يديله الصحة والعافية. النجاح من وجهة نظرك، ايه مقومات النجاح من وجهة نظرك عم السيد؟ او الانسان يعمل ايه عشان ينجح؟ لا، الانسان يعمل ايه ده لعبته عشان ينجح. ولكن النجاح هو ايه؟ ان حد يشوف حد ملهوش صوت وملهوش حلم، ويشوفك عملت ايه فيعمل زيك. ده الحلم. مش هيعمل زيك بالظبط، هيعملها بطريقته. ده انك تدي طموح وامال لابن الشارع، لليتيم، لابن الموجود في دار اليتيم، ويشوفك انت متربي يتيم ومتربي فقير بس نضيف، ووصلت اللي انت وصلت ليه كتير او قليل، بس على الاقل بتقول له من حقك تحلم، من حقك تنجح. فالنجاح هو مش دلوقتي، النجاح الطريق الى النجاح. قصدك عم سيد الكنز في الطريق مش في الرحله؟ الكنز في الطريق والرحله الى النجاح، وليس في النجاح نفسه. لان النجاح نفسه ما بيوقفش، النجاح بيعيش. احنا لما بنتكلم على صلاح ابو سيف واللي عمله ده نجاح، لانه عايش. كتابات محفوظ عايشه. طه حسين عايش بينا، عايش بفكره وبنجاحه وليس بجسده. فيعني أنا بقول من وجهة نظري النجاح هو البقاء بشغلك وليس بجسمك. اوكي. طب عم سيد، لما جيت أمريكا كنت يعني لوحدك، ايه اللي كان بيصبرك؟ يعني كان ايه جواك مثلا؟ عايز ايه الحافز بتاعك؟ يعني ايه اللي كان بيصبرك؟ هو اللي من جيت امريكا اللي هو الطموح للنجاح اللي كان بيصبرني. ان انا ما كانش فيه ممنوع ان انا ليس انجح، لان انا عندي امي لازم ابعت لها فلوس، عندي كليه لازم ادفعها، عندي هدوم لازم اجيبها. كان يعني رفضت عدم النجاح. فكان النجاح اهم حاجه في حياتي، اللي انا انجح عشان اكون موجود. to exist I have to succeed. اوكي. طيب ما كانش نفسك تمثل في مصر؟ يعني انت نجحت في امريكا وده حلم اي حد يتمناه، بس برضو انت يعني نفسك تكون متواجد في سينما لا نفسي امثل فيلم اجنبي في مصر، مش فيلم مصري في مصر. طب ليه يا عم السيد؟ هل ده يعني لا انا افهمك يعني انت مصر حاجه وده حاجه. انت بتلعب يعني اما محمد صلاح بيجي يلعب في مصر ويلعب في طنطا، هيجيب اجوان؟ مش هيجيب اجوان، لانه السيستم نفسه مش هيساعده اللي ينجح. السيستم المصري، السينما المصريه، لو كان نفسي اعمل افلام في العشرينات والثلاثينات والاربعينات والخمسينات اموت. انا كان نفسي اكون موجود واعمل افلام مصريه، لكن الافلام المصريه دلوقتي غير صالحه اللي انا اشتغل فيها. يعني عيب وحرام اللي انا اكون بلعب في برشلونه واجي العب في نادي دمياط. طب اسالك سؤال هنا، من غير
باكات كويسه من غير خط وسط يودي لي الكوره عشان احط جوان. اوكي، هسألك سؤال. عمر الشريف بعد ما جه مثل في امريكا ورجع مثل في مصر كذا فيلم، انت مش معجب بالافلام ديت؟ حاسس ان هو فشل بالنسبه له؟ لا لا لا، ده تجربة عمر الشريف، ما اقدرش احط نفسي جنب عمر. عمر استطاع، عمر قال لك مين اللي بتحبه؟ انا بحب عمر اكتر ما بحب نفسي، لان انا بحب شغل عمر كانسان، ده حاجه يعني كانسان وبتاع. لا كعمر وتاريخه وشطارته وجماله انا بموت في عمر. لكن عمر ما كملش في السينما المصرية. عمل فيلم كويس بس عمله مع مين؟ مع صلاح أبو سيف. عمل آخر أفلام صلاح أبو سيف. احنا بنتكلم على الفترة بعد ايوه. وعمل مع عمرو دياب ضحك ولعبوا جد وحب، وعمل كذا حاجة بس بس ما كانش عمر. كان عمر عاوز يشتغل. طيب. هو عشان كده أنا فتحت بيزنس لنفسي، أنا مش عاوز أشتغل. طيب أنت ليك صحاب ممثلين مصريين ولا مالكش؟ ليه يعني ناس، يعني مثلا احمد شاكر عبد اللطيف ممثل وجه هنا وصاحبي، بشرى، نيلي كريم، بعتبرهم اصدقاء يعني. اي نعم ما بنشوفش بعض وما بنتكلمش مع بعض كل يوم، ولكن انا ما بنزل بفتش على نيلي كريم وبتفتش عليا ونروح نتغدى مثلا. لكن كسينما مصرية أنا أعتقد، كنت هدخل في مشروع مع إسحاق عاد يونس، فيلم اسمه محطة الرمل، وضبنا ليه والقطر مشى ما وقفش في محطة الرمل فالفيلم مشى. بشوف الممثل محمد كريم متواجد في هوليود ونفسه يعمل حاجة وكده وبيحضر نفسه بيستعد. أنت قابلته مرة قبل كده؟ قابلته. يعني تفتكر ان هو ممكن يعملها او لا ده رزق. محمد كريم بيعمل حاجات هو شايف اللي هي ناجحة من وجهة نظره، وانا ما اقدرش افاصل فيها. انا بعمل حاجة وهو يعمل حاجة، لكن محمد كريم مش فاهم الحدوتة هنا. وانت عندك طيارة، وانت راجل جيمس بوند، هياخدوك يعملوا بيك ايه؟ يعني ما نضحكش على بعض. يعني محمد كريم بيعمل الحاجات دي عشان يظهر في مصر، لان الامريكان ما بيشوفوهاش، هوليوود ما بيشوفوهوش قاعد في البانيو او راكب طيارة، او مين اللي هيهتم بالحاجات دي؟ انت عارف ان طبعا الفيديوهات اللي هو كان بينزلها كان في يعني ممثلين حتى يعني كانوا ممكن زعلانين او تريقوا على الفيديوهات ديت. انت يعني طبعا لا انا عاوز بجد، انا بيصعب عليا محمد كريم، بيصعب عليا لانه هو بيفتش على حاجه ودخلها من حته غلط. الامريكان ما بيحبوش التنطيط. الامريكان اللي انت عندك طياره، خلاص عندك طياره، بتروح لاس فيجاس وتاخد سويت، يعني فيه ايه يعني؟ ده هو السويت في لاس فيجاس، انا لما اروح هيدوني سويت ببلاش يعني، وطياره ممكن اجر طياره. التنطيط ده ما بينفعش يعني. طب ايه رايك فيه كممثل؟ انا اشتغلت محمد كريم ما اعرفش كممثل، ما شفتوش يعني بيمثل. انا شفته بيعمل حاجات تلفزيونية، وهو يعني شكله وجيه، ولكن ماهوش عمر الشريف، يعني ماهوش آسر ياسين، ماهوش ممثل تتفرج عليه وتقيل يعني. بس الطموح يعني كل واحد ربنا يساعده. محمد كريم ربنا يساعده. يعني الحاجة الوحيدة اللي بحبها في محمد كريم اللي هو اسمه زي محمد كريم، أول مخرج مصري في السينما المصرية، محمد كريم. يا عم السيد، أنا شفتك طلعت في لقاءات كتير بس ما شفتكش يعني بتمثل مشهد أو كده يعني، فعايزك تمثل مشهد للجمهور يعني، أوري الناس يعني. طبعا هم عارفين إنك ممثل عالمي، بس يعني توريهم حاجة كده من الأداء يعني، زي فنان بيعزف حاجة. يعني أنا مش ممثل،
انا اول ما اشتغل ويكون الكاميرا مان بيحس ان انا بمثل، بخليه يوقفني. انا ما بمثلش، مفيش حاجه اسمها تمثيل. تمثيل ده احمد في محمد رمضان ان هو يعيط وبتاع، ده اسمه بهلوانات. انا ما بعملش كده. انا التمثيل لازم تبقى في المشهد، لازم بيبقى قدامك الممثل التاني. يعني قصدك عم سيد الممثل الحقيقي اللي هو بيبقى على تلقائيته. ما في واحد بيحفظ وبيقول اللي عنده، لكن بيتعايش لا يعني مثل عاوز يعني تشوف يعني ده تمثيل، انك تقعد كده وتفكر. من المشهد مع نفسي نضحك على بعض. تقيم ازاي تجربة السيسي في الحكم؟ السيسي يعني كإنسان، إنسان جميل، إنسان بيحب الناس تحبه. يعني السيسي يعني أعتقد اللي هو ملك الجمال مصر، بيحب الناس تحبه على طول، وبيفرح الناس تحبه ويحبوه، جميل. لكن كسياسي لسه السيسي ماهوش عبد الناصر، ماهوش السادات، ماهوش مبارك. يعني السيسي مشكلته اللي هو من اول يوم عاوز يبقى زعيم. ما تقدرش تبقى زعيم من اول يوم. الزعامة بتيجي بالمواقف، وازاي انت بتتحدى المواقف وتبقى زعيم. يعني مانديلا لما خرج من السجن وأعفى على كل الناس، ده زعيم. عبد الناصر لما أمم القناة ده زعيم. السادات لما عدى القناة في 73 ده زعيم. عمل السلام مع إسرائيل ده زعامة. السيسي بيجرب فينا. يعني انت تشوف السيسي حاول كل شهر يقعد معانا في التلفزيون ويحكي لنا، ما نفعتش. وجرب حاجة تانية، يعمل مؤتمرات، ما نفعتش. قال لك لازم نعمل قناة السويس جديدة، حظه كان وحش، والملاحة في قناة السويس ضيعت فلوس الشعب المصري. السيسي عمل قرار تعويم الجنيه، ما نجحش. فالسيسي كوطني راجل عظيم، والسيسي بيحب مصر، بيموت في مصر. والسيسي مشكلته اللي هو بيحسب اللي هو سيدنا يوسف، ان ربنا بعته لمصر. السيسي عاوز يعمل مثل مدينة جديدة، مدينة، ويحط فلوسه في الشعب كله في مدينة. ولكن السيسي محتاج يبني الشعب المصري، عشان لما تبني الشعب المصري دلوقتي متفرق. إعادة بناء الشعب المصري هي أولوية السيسي. الفساد، السيسي لازم ما نضحكش على بعض. السيسي كان مخابرات، ماسك المخابرات 11 سنة، فعارف مين الفاسد. فلازم ان السيسي اولوياته الحفاظ على الغلابة ومحاربة الفساد، واعادة حب الشعب المصري وعدم الكراهية. السيسي في حياته بدأنا نبقى سيساويين، اخوان، فلول، واللي زيي بيحب مصر مش لاقي له حد يمشي وراه. فأنا بعتقد ممكن إن السيسي يجمع اللي حواليه ناس المعرفة وليس الثقة، ناس الخبرة وليس الثقة. ممكن، لكن باللي هو ماشي فيه ده يعني أنا بعتقد إن لما بيحتاج حاجة السيسي، الحكومة بتقول له إحنا محتاجين فلوس، فيقول لك طب زود الملاحة، زود اسعار الملاحه. شركات الملاحه سابت بورسعيد وسابت اسكندريه وسابت السويس ومشت. زود الضرائب على الملاحه قصدك يا عم سيد؟
ازود بكامل ملاحه. في شركات الملاحه في قرار 800 اترفعت 100%، انك تجيب كونتينر تودي كونتينر اترفعت، فالشركات مشت. مثل السيسي ما رفعوا المترو، لا ما ترفعش المترو. انا شايف فرح في مصر، الافراح اللي بتتعمل في مصر دي، وعاوزين نتكلم بجد بقى. محدش اجنبي بيجي في مصر عشان يقول لك السياحه، يجي عشان يشرب. كل اللي بيشرب في الهوتيلات وفي الحاجات اللي فيها الخمر هم المصريين اللي بيسكروا. ارفع على الجوني واكر، ارفع 30% زيادة. خلي اللي بيشرب كاس يشرب كاسين، كاس واحد، نص كاس. دينا بتاخد ملايين، ارفع عليها، ارفع على وسطها الضرايب. ما ترفعش على الغلبان اللي رايح بمترو بجنيه ومعاه جنيه عشان يجيب سندوتش، بتاخد انت منه السندوتش. لا، ما نضحكش على بعض. ارفع الضرايب على الحفلات اللي بتتعمل والافراح اللي بتتعمل وبيدفع فيها ملايين الملايين. ارفع ضرايب على كل ده، على الغلبان. غلبان مش لاقي، هتاخد منه جنيه زيادة مش هياكل. يعني والنبي أولوية في إنك تدوس على الناس. يعني قطر الصناعة اللي انت عامله، قطر الاقتصاد اللي انت عامله، دايس على الغلابة وعلى مهلك. احنا بنحبك بس خلاص بقى. تحيا مصر. تحيا مصر بايه؟ تحيا مصر مش بالاناشيد، تحيا مصر مش بالاغاني، تحيا مصر بالعمل، تحيا مصر بالالفه، تحيا مصر بعدم الكراهيه، تحيا مصر بالحب، تحيا مصر بالانتاج، تحيا مصر بحلوان، تحيا مصر بالمحله الكبرى، تحيا مصر بالنيل، تحيا مصر بالصناعه. ده تحيا مصر بشبابها. انت هتقعد تاخد من الناس العجزان يجيبوا لك فلوسهم وبتاع؟ لا، تحيا مصر بالعمل والانتاج والصعود الى خارج المنطقه الخطر. انا راجل بحبك يا سيسي، بس والنبي حافظ على غلابه. يعني انت عارف وانا عارف مين الفاسد. ما تضحكش على بعض. عم السيد، ايوه، كلمة مصر بتعني لك ايه؟ مصر هي حارة عزت والجبانة. مصر هي مدرسة الجلاء. مصر هي السما الأهلي. مصر هي شارع عدل والسواحل اللي لعبنا فيها كورة. مصر هي البلاج. مصر هي النادي المصري. مصر هي بورسعيد. مصر هي ديليسيبس. مصر هي القناة. مصر هي بحر بورسعيد ولعبنا. مصر هي أصحابي. مصر هي أمي. مصر كل حاجة أنا عشتها. مصر بالنسبة لي مش الأهرامات ولا النيل. مصر هي كياني. احنا بنخرج من مصر ومصر ما بتخرجش مننا، لأن مصر عايشة في دمنا.